الحلقة عن اسم الفارس بالذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وأنه كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، عود على بدء وعود محمود بإذن الله جل وعلا، باستمرار حول مائدة السيرة في هذا البرنامج المبارك، برنامج فرسان السنة. كنا قد التقينا مع حضراتكم من ذي قبل في عدة حلقات حول سيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد أسلفنا وبينا لحضراتكم أن السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي بمنزلة هذا الدين، أو هي بعبارة أخرى قصة هذا الإسلام. فإن السيرة النبوية أرض فسيحة رحبة لكل مسلم على الإطلاق، بغض النظر عن موقعه وعن وظيفته وعن مكانته. بداية إخواني، ولا أطيل في هذه المقدمة، لا يسعني إلا أن أرحب بضيوفنا الكرام الذين نزلوا بساحتنا في هذا اللقاء المبارك، وأرحب ابتداء بفضيلة شيخنا الشيخ جلال البواب. مرحبا فضيلة الشيخ. يا أهلا بك، جزاكم الله خير. حياكم الله. أحسن الله إليك. وأرحب أيضا بأخي وحبيبي في الله فضيلة الدكتور إبراهيم زكي. مرحبا فضيلة الشيخ. مرحبا، جزاكم الله خير. حللت سهلا ونزلت أهلا. جزاكم الله خير. وأرحب أيضا بشيخي المبارك وأخي الفاضل فضيلة الشيخ عصام الشامي. مرحبا سيدنا الشيخ. حياك الله شيخنا. حياكم الله. بارك الله فيكم مشايخنا الكرام. فيك بارك. أحبتي في الله، يعني ابتداء نريد أن نربط القديم بالحديث. كثير من إخواننا بفضل الله عز وجل تابعونا وشاركونا، لكن قبل أن نشرع في استكمال ما قدمناه لحضراتكم في الحلقات السابقة، أقول سؤال بين يدي هذه الحلقة، ونحن إن شاء الله عز وجل في انتظار مكالمتكم وفي انتظار رسائلكم على الإجابة، حتى إن شاء الله عز وجل في آخر الحلقة نجري السحب على كروت الشحن التي يقدمها هذا البرنامج للفائزين. سؤال الحلقة بإذن الله اليوم قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه آية في سورة الأحزاب أم في سورة هود أم في سورة يونس؟ نحن في انتظار اتصالاتكم وفي انتظار إجاباتكم عبر رسائل SMS، وإن شاء الله عز وجل في آخر هذه الحلقة نجري السحب على الفائزين كما تعودنا مع حضراتكم. شيخنا الشيخ جلال، أجدد بك الترحاب ثانية وأقول احنا كنا بفضل الله عز وجل تكلمنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخنا الشيخ جمال في عدة حلقات سابقة، ثم انقطعنا يعني بمناسبة العيد المبارك، وقد أيضا جئنا وهنأنا إخواننا بمناسبة العيد. أنا عايز بسرعة كده عشان إن شاء الله رب العالمين
يعني ننتعش ونسعد بمصاحبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسرعة اربط لي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني عايزين نعمل استعراض سريع جدا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحوال العرب قبل الإسلام دي في عجالة، عشان ما فيش واحد يقول انتوا بتعيدوه تاني، اللي بتقولوه بتعيدوه. احنا عايزين نقول الدافع اللي دفعنا للتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وما أفضل أن نجلس حول سيرته صلى الله عليه وسلم لنتعلم قصة هذا الدين. فعايزين نشوف أحوال الدنيا عموما والعرب خصوصا قبل الإسلام. اتفضل يا شيخ. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالحقيقة بأن كما نحن نعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل السير. فإن كنا نحن نهتم بأنفسنا أو نهتم بعلمائنا ومشايخنا أو نهتم ببعض الرموز التي نحن يعني نعرفها في هذا الزمان، سواء وهناك من يهتم مثلا بلاعب الكرة، وهناك من يهتم بالممثلين والممثلات، وهناك من يهتم اهتماما جيدا مثلا بجده أو عمه أو غير ذلك. فحري بنا وأولى لنا أن نهتم بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنا صادقين في حب النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأين كان يقنط يسكن النبي صلى الله عليه وسلم، وحال موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع سيره صلى الله عليه وسلم في كل خطوة من خطواته. فإن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فنعرف كيف كان يسكن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف أحوال أهله ووطنه قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفنا، ولكن نعرج تعريجا سريعا، أنه كان العرب قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أطباع وكانت لهم أنظمة ويسيرون عليها، كما أن لهم موقع يمتاز عن بقية المواقع. ولذا اختص الله تبارك وتعالى هذه الأرض لهذه الرسالة وبعث فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختار له ربنا تبارك وتعالى، اختار له المكان، اختار الله عز وجل له الأهل، اختار له النبي ربنا تبارك وتعالى النسب والحسب، اختار له الأم، اختار له الزوجة، اختار له الأب قبل أن يولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أفضل البقاع، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل النسب، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم الأماكن، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأعظم الأماكن. فحري بنا أن ندرس حال النبي صلى الله عليه وسلم أو حال وطن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول في تعريج سريع بأن العرب، يعني معنى كلمة العرب يعني الصحاري والكفاري، الأماكن اللي هي صحراء جرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، صحراء لا زرع فيها ولا ماء. احنا عارفين أن أصل العرب كما احنا نعلم أن العرب تنقسم إلى 3 أقسام، ومنها العرب التي سكنت هي من نسل إسماعيل عليه السلام، سكنت الآن، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، مش عايزين نعيده برضه. فاحنا اتكلمنا فيه وأنواع العرب وأقسام العرب واتكلمنا فيه قبل كده. والعرب بعد أن يعني صار لها مجتمع وصار لها أو وضعت لنفسها أسس وقواعد وقوانين وأمور يعيشون عليها، فكان منها الأشياء السيئة وكانت منها الأشياء الحسنة. يعني واجب علينا يعني أو الأولى لنا أن نعرف هذه الأحوال قبل أن نبدأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان من عادات العرب عادات سيئة وعادات حسنة. معنى كلمة العرب كما قلنا الصحاري والقفاري، فهذا الموضع وهذا المكان اختاره الله تبارك وتعالى حتى أن يمنع عن هذا الموطن يعني الأفكار الخارجة، وحتى أن يمنع الاحتلال الأجنبي. كما نحن نعلم بأن كان هناك يعني من القوى العظمى ما لم تستطع أن يعني تحتل هذه الأماكن نظرا لوجود هذا المكان، وكأن الله تبارك وتعالى اختار له هذا المكان حتى لا يستطيع أحد أن يحتل هذه الأماكن. فكانت هناك عادات سيئة وكانت هناك عادات حسنة، حتى لا نقول بأن العرب كل شيء عنده كان سيء، لا والله. يعني فضيلتك يا شيخنا الله يكرمك عايز تقول إن المجتمع العربي قبل الإسلام زي أي مجتمع، نعم، يعني له ما له وعليه ما عليه. يعني عنده عادات طيبة وعنده عادات سيئة.
نعم. عشان برضو من باب إحقاق الحق. نعم. عشان ما يتصورش البعض أن المجتمع العربي قبل الإسلام همجي شهواني نزل من علياء الأخلاق وسموها إلى اضمحلال الفاحشة والرذيلة والتنطع وما إلى ذلك. نعم. ده اللي تقصده فضيلتك يعني. نعم. يعني المجتمع عنده مسالب وعيوب وعنده أيضا محاسن ومميزات. وهكذا كل مجتمع. نعم. وهكذا كل مجتمع. فكان المجتمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم له أوضاع، وكانت له عادات وتقاليد، وله أنظمة يمشون عليها أو يسيرون عليها. كانت هناك عادات سيئة وكانت هناك عادات حسنة. طبعا نذكر بعض العادات السيئة وليست الكل، وكذلك نذكر بعض العادات الحسنة وليست الكل. فنقول من أعظم أي من أكبر العادات السيئة عند العرب هي عبادة الأوثان. احنا عارفين ان ربنا تبارك وتعالى بعث ادم عليه السلام ليعبده، كما بعث الله تبارك وتعالى الملائكه، او كما خلق الله تبارك وتعالى الملائكه ليعبدوا الله تبارك وتعالى. وخلق الله عز وجل ادم لعبادته تبارك وتعالى، وامر الله تبارك وتعالى بعبادته فقال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. يعني اسوأ او اعظم شيء في العادات السيئه التي كانت عند العرب انهم كانوا يعبدون الاصنام والاوثان. كان كل قبيله او كل مجموعه او كل عائله او كل اسره يجعلون انفسهم صنما يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، ودي من اعظم السيئات، لانه يعني ولم يكن منهم الا القليل على مله ابينا ابراهيم عليه السلام، ودي من اعظم الاشياء السيئه التي كانت عند العرب. وطبعا الامر دي مش هنستطيع ولا نطيل فيها، كما يعني قلنا ان احنا ان شاء الله تبارك وتعالى مش هنطول في هذا الموضوع حتى يعني يكون هناك فرصه للكلام فيما بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. وكانت هناك من العادات السيئة موضوع الأمار، كان هناك لعب الأمار، والأمار فيه الميسر، وحرمه الله تبارك وتعالى على الإسلام، على المسلمين. ولكن هذا الأمار إنه برضو كذلك من الرذائل، وكذلك من العادات السيئة التي كانت عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من العادات السيئة كذلك الخمر. شرب الخمر كان عندهم أمر من الأمور السيئة، والخمر كان عندهم كثير وكثير، حتى أن كل رجل كان في بيته خمر يشربه في أناء الليل وأطراف النهار وفي كل لحظة. يعني الخمر يعني يكاد ينعدم من أي بيت، يعني كل بيت ربما أن يكون كان فيه خمر. وطبعا الخمر من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى، ونزلت آيات التحريم في الخمر على مراحل كما نحن نعلم. فالخمر يا إخواني إنما هو من العادات السيئة التي كانت عند العرب. يبقى نقول عبادة الأوثان، ونقول بعد ذلك اللعب القمار والميسر، القمار الميسر، ثم بعد ذلك شرب الخمر. احنا عارفين الخمر له مساوئ عظيمه جدا، وبرضه المجال لا يتسع نذكرها. من مساوئ الخمر يكفي ان الرجل العاقل الرصيد الفطن اذا شرب الخمر فانما يكون في غيبوبه، يكون في بعد عن سكر. يعني رجل عاقل يكون في حال السكر، رجل عاقل يفعل اشياء او يعمل اشياء لا يدري ماذا يصنع، كالطفل الصغير او نقول كالمجنون. يبقى رجل عاقل يشرب الخمر فإنها من العادات السيئة التي لا تقبلها الفطرة السليمة، ولا يقبلها الرجل العاقل. يعني شرب الخمر من أسوأ الأشياء التي كانت عند العرب، وربما أن تمتد إلى هذا الزمان. ونحن نعلم أنها ربما أن هناك بعض الناس يشربون هذا الخمر، نسأل الله العافية. اللهم أمين. وإن كان قليل ولكن كذلك من الأشياء التي كانت عند العرب من الأشياء السيئة الأنكحة الفاسدة. أن النكاح كان في العرب على 6 مواضع، وكان منها أنكحة فاسدة، ولكن هناك موضع لنا تكلمنا في الأنكحة الفاسدة عند العرب، وهذا كان أيضا كررناه في من ذي قبل. لكن احنا بنربط يعني أنا عايز أعمل تصور يا شيخنا الشيخ عصام ودكتور إبراهيم مع الشيخ جلال، عايز أعمل تصور للحالة العامة للبشرية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وللعربي خصوصا. نعم. لأن ابن خلدون في مقدمته ذكر أن الجنس العربي لا يصلح إلا بدين. نعم. الجنس العربي لا يصلح إلا بدين، ولهذا اختار الله عز وجل العرب من سائر الناس ومن سائر الأجناس ليكون منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام اللي حضرتك بتتفضل بذكر الآن هذا مر معنا، فاحنا عايزين برضو نعرج عليه تعريجا سريعا عشان نقول ادي الأحوال الاجتماعية كانت عند العرب، وادي الأحوال الاقتصادية كانت عند العرب، وادي الأحوال الدينية كانت عند العرب، وادي الأحوال السياسية كانت عند العرب. مين اللي كان بيأسسهم ومين اللي كان بيحكمهم، وكانت ازاي الإمارات وازاي الحكم. أنا عايز أقول كمان جزئية مهمة هرجع مع حضرتك فيها، بس هي جزئية المرأة عند العرب قبل الإسلام، عشان دي مسألة احنا لابد ان احنا نقررها، عشان خاطر بعض اخواتنا وبعض يعني ممن ينتسب لديننا عنده تأسف
وعنده حزن كبير ان هو مسلم، ظن ان الاسلام، المرأة يعني ظنت كثير، يعني البعض منهن نعم. ظنت ان الاسلام ده يعني ليه كده؟ ليه عايز مني الاسلام ده ايه؟ احنا عايزين نقول لك انت كنت ايه قبل الاسلام، وايه الان النهارده الاسلام قدمه لك؟ ده ان شاء الله هناتي اليه الان، لكن بعد ما اخد مشاركه اخويا الدكتور ابراهيم في مساله الحاله الدينيه، وده اللي بيهمنا في اللقاءات دي. شيخنا الشيخ جلال كان عايز يقول ان في مساوئ كيت وكيت وكيت، يذكر بعض رؤوس اقلام منها وبعض الحسنات، لكن انا عايز حضرتك تسلط الضوء على الحاله الدينيه خصوصا. يعني ايه اخبار الدين في الجزيره؟ ايه اخبار الدين عند العرب قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يعني إذا نظرنا إلى الحالة الدينية حتى لا نطيل في هذا الأمر، باختصار وتعريج سريع على هذا الموضوع، وهو من الموضوعات المهمة جدا في السيرة، أن نعلم يعني كيف كانت الديانات الموجودة في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما نحن نعلم أن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما خلق البشر جميعا إلا ليعبد سبحانه وتعالى وحده، ولكن يعني منذ أن وجد آدم عليه السلام وانتشرت عبادة الله عز وجل وحده، ثم أتى بعد ذلك نوح عليه السلام، ثم جاء عباد صالحون، بدأ يندثر، يعني يبدأ هنا أن هؤلاء الناس الصالحين قد ماتوا، فاتخذ الناس أصناما تذكرهم بهذه الناس، صوروا لهم تصاوير كما قال أهل التفسير، صوروا لهؤلاء الناس الصالحين تصاوير حتى يعبدوا هذه، يتذكروا هؤلاء الناس وما كانوا يفعلونه من الأمور الصالحة ومن عبادة الله عز وجل، ثم يعبدون الله عز وجل. فبدأ هنا بعد أن مات هذا الجيل الذي صور هذه التصاوير، سول الشيطان لأحفادهم وأبنائهم من بعدهم أن يعبدوا هؤلاء، وقال لهم بأن آباؤكم قد عبدوا هذه الأصنام فاعبدوها، فعبدوا هذه الأصنام، ثم أتى بعد ذلك وانتشرت الأصنام في شبه الجزيرة العربية. لكن يعني أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام في شبه الجزيرة العربية حتى يقضي على هذه الأصنام بفضل الله عز وجل، وينشر التوحيد مرة ثانية في شبه الجزيرة العربية. وقد نجح إبراهيم عليه السلام ونشر التوحيد في شبه الجزيرة العربية، فكانت معظم شبه الجزيرة العربية على دين إبراهيم عليه السلام، كان معظم شبه الجزيرة العربية أو العرب جميعا على يعني دكتور معذرة في المقاطعة، الأصنام كانت موجودة في العرب قبل إبراهيم عليه السلام؟ نعم، على عهد نوح، بعد عهد نوح عليه السلام، نعم. لقول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأيضا القرآن سطر هذا. نعم، القرآن الكريم ذكر هذه ذلك. التماثيل التي أنتم لها عاكفون. نعم. واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعم. لكن يا شيخنا الشيخ عصام، معذرة يا دكتور هرجع لك تاني في مسألة دخول الأصنام مكة حديثا ديت. أنا يعني هرجع للدكتور إبراهيم تاني فيها إن شاء الله، بس عايز أعرف مين سبب دخول الأصنام والكلام ده. احنا مرة معنا أيضا جابها، يعني الأصنام دي انتهت فترة وبعدين كان في بقايا من أهل الكتاب كما تعلم على الحنيفية على ملة إبراهيم، والأصنام كانت فين وجت منين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الكلام ده مر معنا قبل ذلك، يعني احنا بنراجع بنحاول نرجع تاني، لكن هو الحديث المشهور اللي هو حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى، هو بيصور حال أهل الأرض: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهذا الحديث يوضح لك كيف كان حال الأرض في هذا الزمان. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، تخيل أن الله سبحانه وتعالى يبغض أهل الأرض العرب والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب. وهؤلاء البقايا إما أنهم كانوا على حنفية لا يدرون معناها ولا يعرفون معناها على الوجه الصحيح، وإما أنها على بعض الأديان المنحرفة، وكل كان يرتاد لنفسه دينا، كل ذهب يمنة ويسرى كورقة بن عمرو بن نفيل، وزيد كورقة بن نوفل عفوا، وسعيد زيد بن عمرو بن نفيل
وأمية ابن أبي الصلت، هؤلاء جميعا كانوا يبحثون عن دين. وطبعا قلنا قبل كده ان عمرو ان ورقة بن نوفل لما راح ما أعجبه شيء، وأعجبه فقط دين النصرانية، فظل على هذا الدين إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الناس يسبه فقال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، كما صح الحديث الألباني رحمه الله تعالى. وأبو الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بعدما يأس من الأديان الموجودة. سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة طبعا، نعم. فأبوه نفسه بعد ما يأس من الأديان الموجودة قال: اللهم إني على دين إبراهيم. الأصنام كانت موجودة حول الكعبة، أتى بها عمرو بن نحي الخزاعي لما أتى بها من بلاد الشام، هو أول من أتى بها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته يجر إيه؟ قصبه في النار، يجر الأمعاء في النار. ليه؟ أول من سيب السائبة وحمل حام إلى آخر الحديث. فهو ده الأديان اللي كانت موجودة. ولعلنا قلنا قبل ذلك إن هؤلاء الناس كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا يعلمون أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل، هو القابض، هو الباسط، هو الخافض، هو الرافع. ولكنهم كانوا يتخذون هذه الأصنام وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله زلفى. فعشان كده كانت الحالة حالة مزرية جدا، وكان الناس دول في وقت الشدة يدعون الله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. وبعدين ربك سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى هم كان عندهم إيه؟ كان عندهم حاجات كثيرة يعني جدا. كأنك الآن تشير إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لكن أنا ده المقصد، عشان يعني شيخنا الشيخ جلال الحالة حالة يعني مزرية جدا، بس طبعا كان فيها يعني حاجات لعل شيخنا يعني يتكلم فيها. كان عندهم حاجات برضو مش هنقول اللي لنا واللي علينا، يعني كان عندهم ما هو من باب الانصاف شيخنا الشيخ جلال كان عندهم مراءات. حضرتك ذكرت فيما مر، وكان ده مر معانا، بس احنا عايزين يعني نربط الاحداث القادمه ديت ان شاء الله الجديد في حلقه النهارده. عايزين يعني نعرج تعريجات سريعه جدا على اعتبار ان شاء الله ان احنا نعيش حدث مهم، نعيش يعني تترقب حاجه الكون الى الامل، إلى ربط الأرض بالسماء، إلى نور الوحي، إلى مولد خير البشر صلى الله عليه وسلم، بل خير مخلوق خلقه ربه سبحانه وتعالى. حضرتك تكلمت الآن في بعض المساوئ والمسالب والصفات أو العادات السيئة من شرب الخمور ومثلا معاقرة الزنا ولعب القمار والاستقسام بالأزلام وقتل النفس، قتل الأولاد ذكورا وإناثا، وخصوصا المرأة اللي أنا جيت لحضرتك تاني في نفس السؤال على اعتبار أن يكون دي تكملة مهمة لما قدمته الآن من مسألة العادات عند العرب، العادات السيئة. ولهذا الله عز وجل قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة متواترة: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت. فعايزين نشوف موقع المرأة قبل الإسلام وموقعها بعد الإسلام، بل موقع الذكور، لأن في العلماء ذكروا أن كانوا كمان بيقتلوا الذكور، والله عز وجل أنزل قوله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. اتفضل يا سيدي. والله في الحقيقة برضه من كذلك من العادات السيئة اللي احنا او هنتكلم في موضوع المرأة بقى قبل الإسلام والآن، والعادات السيئة هم المواضيع بصراحة تطرى، بصراحة أنا مش عارف يعني المواضيع كثيرة يعني. فنستكمل في عجالة سريعة موضوع بعض العادات السيئة، وبعدين نستكمل موضوع العادات الحسنة، وبعدين نتكلم في موضوع المرأة، ولا نتكلم في موضوع المرأة كما يحلو لك. طيب حقيقة بأن احنا برضو قلنا ان موضوع الأوثان، عبادة الأوثان، موضوع القمار، موضوع شرب الخمر، منها برضو أنكحة الفاسدة احنا اتكلمنا فيها قبل كده برضو، اللي هي على 6 ضروب، ومنها ما أقره الإسلام اللي هي ما عليه النكاح المشروع ما عليه الناس الآن المشروع. إنما الأنكحة الثانية كانت أنكحة فاسدة وتأباها الفطرة السليمة، حتى المرأة الحرائر كانت تأبى هذه الأنكحة الفاسدة، ولا يرضاها يعني عاقل، ولا يرضاها رجل ذو لب، ولا غير ذلك من الأمور التي فيها
مثلا العفة، النيابة الأنكحة الفاسدة التي كانت عليها العرب في الجاهلية. وكان هناك طبعا وأد البنات، يعني كان الرجل حينما يبشر بالأنثى يعني كان يظل وجهه مسودا وهو كظيم. كظيم. فلما يبشر بالأنثى فكان يعني يحب أن يقتلها ويؤيدها، وكان طبعا بيحفر لها الحفرة يقتلها على الحياة. سبحان ربي العظيم. يعني الوقت أن من الله تبارك وتعالى، أن من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، بنعمة الإسلام. ففي هذه اللحظة، ولذلك احنا كما ذكرت الآية في قول الله تبارك وتعالى: وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فكانوا يؤيدوا البنات في الجاهلية. وطبعا عندنا حديث عن عمر بن الخطاب وحاله مع بنته لما كانت حينما كان يضحك ويبكي. الأمر حتى برضه احنا اتفقنا ان احنا نعرج سريعا، نعرج سريعا. موضوع قتل الأولاد برضه كانوا برضه في البعض كان يقتل الذكور، ليه؟ خشية الايه؟ خشية قال الله تبارك وتعالى: نحن نرزقكم وإياهم. وقال الله تبارك وتعالى: نحن نرزقهم وإياكم، نرزقكم وإياهم، نرزقهم وإياكم. عشان بس سورة الأنعام وسورة الإسراء، عشان بس ما حدش يظن يظن الأب إن لازم يموت أولاده علشان لا، ده عنده ممكن الابن يحب يموت أبوه علشان لا. سبحان ربنا. فربنا عز وجل، ولذلك احنا بنقول لك موضوع ترابط الابن مع الأب والأب مع الابن في الإسلام. مش الابن ابوه مثلا يوصل 50 سنه وبعد كده وديه دار المسنين ولا دوش. لا يا اخوان، الدين مش كده. ربنا تبارك وتعالى امر الابناء بطاعه الاباء، وامر الاباء بتربيه الابناء. ده موضوع ثاني. سبحان ربنا. المهم موضوع طويل يعني، موضوع ثاني. هنقول لك الموضوع ده في معاني ما شاء الله، معاني رائعه جدا ما شاء الله. في عبوديه الاحسان وبالوالدين احسانا. مش معروف ولا الكلام ده موضوع ثاني خالص. جزاك الله خيرا. طيب، كان برضه من العادات السيئه برضه في الجاهليه موضوع التبرج النساء. برضه مش هنعرج برضه، لكن هنتكلم يعني. وكان كانوا يعني يجبرون بعض الحرائر على ان الرجل كان يستبدل موضوع النكاح، اللي هو كان موضوع الاستبدال يعني، وهكذا كانوا يجبرون بعض. نكاح البدل. النكاح البدل ده برضه كان في بعض الحرائر، وان كنا لا يرضنا ذلك. برضه كان موضوع موضوع العصبية، وكان موضوع الحروب على أتفه الأسباب. كان في عصبية، وكان ولذلك احنا عرفنا موضوع الأنكاح زمان. كان واحد لما يحب واحد يجوز بنته يجوزها لابن عمها أو ابن عمها من العيلة. ولذلك في عصبية في موضوع الزواج، وموضوع القتال، وموضوع المشاجرة، وموضوع الحروب. كان في عصبية على أتفه الأسباب، على أتفه الأسباب. داعس والغبراء وغيرها من الحروب. حتى قال قائلهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانه. هو طالما أخويا قال خلاص صادق، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا مبدأ جاهلي. لكن عندنا النصرة ظالم أو مظلوم بعد الإسلام دي موضوع ثاني أيضا ليس محله في التفصيل الآن. ما شاء الله. دكتور إبراهيم، أنا حاسس إن أنت ما خدتش حقك لسه في الحلقة، فأنا عايزك برضو تفرد اللي يخصنا احنا. الحالة الاجتماعية تكاد تكون واضحة ومعلومة عند الجميع، الحالة الاقتصادية معروفة. يعني أنا عايزك تفصل شوية في مسألة الحالة الدينية. كيف كانت ديانات العرب قبل الإسلام؟ إزاي التفسخ عن الدين، التفسخ عن العروة الوثقى بالتوحيد الله عز وجل، وانتشر الفساد في العرب خصوصا؟ بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن الجزيرة العربية معظمها كان على دين إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وعبادة الله عز وجل وحده في هذه المنطقة. لكن يعني ظهر شخص وذكره شيخنا الشيخ عصام، هو عمرو بن لحي الخزاعي، الذي كان ذا هيبة ومكانة نتيجة لصدقه وكرمه بين الناس. وكان الناس يعتقدون أنه من كبار العلماء ومن أفاضل الأولياء، فبدأ الناس يستجيبون إلى كلام عمرو بن لحي فيما يأمرهم وينهاهم. وكان عندهم مطاع يعني ذا مكانة بينهم، يأمر وينهى وهم يستجيبون له. يعني حينما سافر عمرو بن لحي إلى الشام وجد أنهم يعبدون الأصنام، فأعجبه ذلك واستحسن ذلك. ثم أتى بهبل، وهذا أول صنم جاء به عمرو بن لحي ووضعه في جوف الكعبة. ونتيجة لتعظيم الناس لعمرو بن لحي بدأ يأمرهم عمرو بن لحي إلى عبادة هذا الصنم، فأطاعوه لذلك. فهنا نذكر أن الغلو في الصالحين أو الغلو فيما يبدو للناس أنه صالح ومن هذه الأشياء بدأ يدخل الشرك من هذه النقطة، وبدأت تتحول الديانة بمجيء هبل إلى
جوف الكعبة وبدأوا يعبدونه. ثم بعد ذلك أتى منات واللات والعزى التي اشتقت أيضا من أسماء الله عز وجل، منات من المنان واللات من الله عز وجل والعزى من العزيز. ثم بدأوا يعبدون هذه الأصنام في أماكن حول الكعبة أيضا. ثم جاء رائم من الجن لعمرو بن لحي وقال له بأن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر أصنام قوم نوح دفنت بأرض الحجاز. فذهب عمرو بن لحي واستخرجها ونشرها بين الجزيرة العربية وعبدت أيضا من دون الله. وإن لم يكن للقبيلة صنم وزع عمرو بن لحي في هذه المنطقة، بدأوا يتخذون أصنام لهم. القبائل التي ليست عندها أصنام بدأوا يصنعون لأنفسهم أصناما ويعبدوها من دون الله عز وجل. فبدأت تنتشر عبادة الأصنام والأوثان. لكن الخطورة طاعة عمرو بن لحي في هذا الأمر بدأ يتحول دين إبراهيم. احنا مش عايزين بقى نقول طاعة عمرو بن لحي ونخص ونعين، ده احنا عايزين نقول ان الطاعة، طاعة البشر للبشر لابد أن تكون وفق إطار ما حدده الشرع. نعم. يعني ما تكونش طاعة مطلقة، لأن عمرو بن لحي الآن غير حنيفية إبراهيم، غير الدين. والناس لما كان زهيبة وكان مطاع في قومه استحسن قومه فعله. نعم. ولهذا في الحج عمرو بن لحي في الحج أيضا من العادات الحسنة قد تأتي مع شيخ الشيخ جلال أن العرب يعظمون البيت وكان عندهم حج وعمرة. نعم. أتى إبليس في هيئة شيخ نجدي وركب بعيرة ثم أخذ يلبي مع الناس في الحج حتى قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فرآه عمرو بن لحي فقال ما أرى بهذا بأسا، ثم لبى بتلبية إبليس وصارت هذه تلبية العرب قبل الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. النهاردة استحسنوا الناس، ولهذا نحن نقول من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذا المنبر الدعوة مع شيوخنا الأفاضل أن طاعة البشر طاعة ليست مطلقة. نحن لا نطيع بشرا طاعة مطلقة إلا بشرا واحدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد من أبي بكر وهو أفضل الناس في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأفاضل من أمتنا لا نطيعهم طاعة مطلقة. اعمل وما تعملش وتكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل وانت مريد والكلام ده لا. إذا كان كلامه وفق الشرع على العين والرأس يقبل، إذا كان كلامه كده يرد بدون أي إشكال مهما عظم قدره. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في الاعتذار للأئمة رفع الملام عن أئمة الإعلام، بين الأصل ده، بين الأصل ده. ولهذا عدي بن حاتم لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله ما عبدوه. قال يا عدي أوليسوا إذا أحلوا لهم الحرام اتبعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. فده أصل مهم يا دكتور، سامحني على هذه الإطالة وهذه الإزعاجة، لكن لبيان المسألة إن دي مهمة جدا. إن عمرو بن لحي كان مطاع كان عظيم كان سيد لكن ده ما يدوش الحق إن يغير الدين. عمدة كبير راجل كبير ماشي أنت تكرم وتحترم لقدرك وموقعك، لكن لما تيجي تتكلم في الدين لأ. يعني هو ذكروا أن هو السبب في طاعة عمرو بن لحي أن أو استجابتهم لعمرو بن لحي أن الناس رأوا الملائكة والرسل والأولياء الله الصالحين الذين يعتقدونهم كذلك مع ذنوبهم ومعاصيهم أرادوا وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. فمن هنا جاءت التبرك بالصالحين والغلو في الصالحين. إن تظهر معجزة على يد رجل أو مثلا تظهر شيء فيه خير على يد رجل يظن أن هذا الخير من بركات هذا الرجل أو كده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة من الله. فهم يظنون أن هذه الطاعة وأنه لا يدخل على الله عز وجل له ذنوب ومعاصي ولا يستطيع أن يقول يا رب مرة واحدة، ولا يريد أن يتخذ وسيط وهو تلك الأصنام والأوثان التي عبدوها من دون الله عز وجل. يعني نكمل ناخد شيخنا الشيخ عصام. يعني دي إطلالة سريعة
شيخنا الشيخ جلال يعني كأن الكلام بتاعه كان في العادات الاجتماعية أو في الأحوال الاجتماعية، أحوالهم كانت كده بالشكل ده، مع طبعا بعض يعني المحاسن كما سيأتي إن شاء الله الآن، برضه عشان نقطع شوط في قبل البعث. دي كانت تقريبا بشكل يعني عام مبسط أحوال العرب قبل الإسلام من الناحية الدينية، إن كان في تميع للعقيدة وكان في انتشار للجهل وكان في كذا وكذا 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 مما ذكر ومما هو معلوم. أنا عايز الآن أستشعر حاجة الكون لوجود رسالة، لوجود شرع، لوجود وحي أو وجود اتصال بين السماء والأرض. فالنهاردة الله عز وجل هيأ الأسباب لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أسباب المكان، أسباب الزمان، أسباب النسب. لأن النهاردة مثلا لما هيجي فلان الطبال، فلان الزمار، فلان الرقاص، ويجي يقعد بعد ما يتوب ربنا عليه كل حاجة ويبقى راجل مستقيم وراجل فاضل، بس هيبقى عنده برضه الذنب القديم ده، هيبقى برضه بينقع عليه. كل ما يجي يتكلم في الدين انت نسيت نفسك، انت نسيت انت كنت ايه، انت نسيت اصلك. لكن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يا حبذا لو ألقيت الضوء عليه. هو سبحان الملك يعني. برضو الحديث اللي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتك لأبتليك. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. ونفس الحديث اللي ذكرته الآن أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلى بقية من أهل الكتاب. الناحية الاقتصادية مع انتشار التجارة بين الناس دي، الربا كان فاحش لأقصى درجة. طبقات الأغنياء ترتفع والفقراء تنزل. الناحية الاجتماعية كل الفساد اللي ذكرها الشيخ جلال، قتل الأولاد عموما خشية الفقر، قتل البنات خشية العار، التبرج النساء، سفور الموجود، اتخاذ الحرائر أخدان، فوق ده كله عبادة الأوثان، مسألة العصبيات الجاهلية، مع وجود العادات الحسنة ووجود الحالات الدينية يهودية منحرفة، سكوك غفران كراسي اعتراف، عبادة المجوس للنار، عبادة الصابئة للكواكب. الأرض خلاص اكتظت وامتلأت بالفساد يعني عن بكرة أبيها. فسبحان الله العظيم كما يقول غير واحد من أهل العلم، احتاجت الأرض إلى إيه؟ إلى رجل لا ليكون مصلحا في هذه البلدة في حزب، وإنما ليكون إيه؟ منارة للعالمين. ولذلك قال سبحانه وتعالى إيه؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا نسبه كان أعلى النسب على الإطلاق، أعلى مكانة، أعلى ذروة. الأعداء كانوا يشهدون له بذلك. عندنا في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي أن هرقل سأل أبا سفيان لما ذهب أبو سفيان ليستعدي هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم، بيسأله هرقل بيقول لأبو سفيان إيه؟ بيقول له كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو إيه؟ ذو نسب. ولهذا يقول ابن خلدون في مقدمته ومن علامات الأنبياء أن يكونوا من ذوي الأحساب في إيه؟ في أقوامه، يعني يكون من العيلة إلى العيلة. لأن دايما الرجل اللي يكون من عيلة من نسب في الغالب بيترفع عن سفاسف الأمور، بيترفع عن سفاسف الأمور. في نفس الوقت دايما الواحد اللي بيكون هو من أدنى الناس تأنف إن هي تنضوي تحته تمام وتمشي تحته. فدايما يكون إيه؟ لما يكون واحد من عيلة، واحد كبير، واحد مشهور، بيقولوا عليه مثلا عينيه مليانة، فالناس عادي هو مش محتاج حاجة من حد. النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا في المرة الماضية ذكرنا اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن معاش دكتور غريب ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدن ابن عدنان، كما قال ابن سعد وقال الذهبي وقال ابن حزم رحمه الله تعالى وابن القيم لا يصح حفظ النسب فوق عدنان. عدنان من ولد من ولد إسماعيل.
النبي صلى الله عليه يعني وسلم ده شيخنا النسب المتفق عليه المتفق عليه بين النسابين. بين النسابين. نعم. طب ممكن فضيلتك تقوله تاني؟ الاسم النسب ده والدكتور ابراهيم ايضا هيقوله دلوقتي. الاسم تاني كده معانا. نبينا صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هذه كنيته، هذه كنيته، صلى الله عليه وسلم. ويجوز للرجل الآن أن يكتني بها. والإمام ابن حجر رحمه الله تعالى له كتاب ماتع، له كلام ماتع في كتاب الأدب في صحيح البخاري. نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نزار ابن مضر أيوة ابن نزار ابن معدل ابن عدنان. ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أغلب الشباب يحفظون أسماء اللاعبين وأسماء الفنانين والفنانات. فده النسب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حدث له نوعان من الاصطفاء. النوع الأول اصطفاء نسب، كما روى مسلم في صحيحه عن وسيلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. كذلك حدث له اصطفاء نسب. أفضل الأزمنة على الإطلاق الزمن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي ولدت فيه. فده أعلى نسب. وتخيل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب ده شيبة الحمد. ما اسمه شيبة الحمد لأنه أصلا لا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هل يجوز الآن رجل يقول أنا اسم عبد المطلب؟ لا يجوز. لأن كيف نجيب على الشبهة التي يلقيها البعض كما سيأتي معنا إن شاء الله في الغزوات؟ إذا قدر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع أنه قتل قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فيقول لك ما هو النبي أقر أنا ابن عبد المطلب. لو أننا نعرف أن عبد المطلب ده اسمه شيبة الحمد. شيبة هذا كان ابن أخو، كان جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن المطلب ده عمه. أبوه أنا لو قلنا محمد بن عبد الله ابن هاشم بن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم ده اللي هو أبو من؟ أبو شيبة. يعني لو قلنا محمد بن عبد الله ابن شيبة ابن هاشم. أخو هاشم ده مين؟ المطلب. هاشم كان في المدينة وكان معاه شيبة، تزوج في المدينة، ولما مات زوجته كان معاها ولد اسمه شيبة. فلما كبر شيبة وفضل جه المطلب راحوا لمكة قالوا له انت سايبين ابن اخوك هناك، فراح المطلب جاب شيبة ده من المدينة تزوج وكان أسمر. فلما رجع بيه وهو راكب خلفه فقال هذا عبد للمطلب، فغلبت عليه عبد المطلب واسمه شيبة أصلا. عشان كده يقول ابن حزم رحمه الله تعالى واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب ما عدا عبد المطلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فهذا من باب الإخبار فقط لا غير. يعني وما ننساش كمان إن هو من قبيلة قريش. قريش دي لوحدها يعني قبيلة لها مكانة. يقول ابن منظور في السنة العربي إن قريش سميت قريش، قيل إنه كانوا يسموا نفسهم قريش نسبة إلى سمكة القرش، السمكة اللي كانت كل الدواب البحر بتخفى، فهم يريدوا أن يتشبهوا بهذه السمكة العظيمة. يعني للمهابة والتعظيم. مهاب. قريش أبوهم الكبير النضر بن كنانة ابن خزيمة. وقيل إن هي سميت قريش من التقرش أي التجمع. جمعهم قصي ابن كلاب اللي هو المجمع الأول، جاء بهم من كل النواحي فوضعهم في مكة. وقيل سموا قريش نسبة لقريش بن مخلد بن غالب. قريش بن مخلد بن غالب وده كان صاحب العير اللي كانت بتخرج عليها التجارات، فكانوا يقولوا خرجت عير قريش قادمت عير قريش، اللي هو قريش بن خالد ابن مخلد ابن غالب.
وقيلت سميت قريش لأنها كانت تتقرش المال، يعني تجمع المال وتكسب المال إلى آخره. الشاهد يعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم له نسب عظيم جدا جدا. بناخد الدرس ده على أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يهتموا بالذات بالأطفال وبالناس اللي هم لهم مكانة في أقوامهم، لأن لهم يعتبر فيما بعد لهم مكانة عظيمة. الناس ممكن تنضوي تحت العلم، يكونوا يعني أدعى ان هم يكونوا متفوقين في الدعوه لله عز وجل. وفي نفس الوقت برضه ما حد يعتمد على ايه؟ على حسبه ولا على نسبه. فاذا نفخ في الصور ايه؟ فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. جزاك الله خير. شيخنا الشيخ جلال، اللي احنا ازحنا كده قفزنا مره واحده على المولد، لان انا متشوق عندي رغبه ان انا اكمل مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، اشوف المكان اللي عاش فيه واشوف الاجواء اللي ولد فيها وشوف من أعدائه ومن أحبابه، وكيف تعامل مع المنافقين وكيف تعامل مع الكفار وكيف تعامل مع كيد الكائدين. ولما مكن له، لما مكن لنبينا صلى الله عليه وسلم في الأرض، يا ترى أقام مباريات وأقام الدنيا وما أقعدها لأجل مباراة، والألوية الولاء والبراء تعقد، ومكن له في الأرض، أقام الصلاة وآتى الزكاة. طب لما كان مضطهد ومطارد وعذب، عايز أخش في الأحداث دي بس ما ينفعش أسبق الحدث. احنا دخلنا في مسألة المولد يعني رغما عني شوقا إلى المسألة، لكن هل في إرهاصات معينة قبل المولد؟ النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في كتب السيرة إنه ولد في عام الفيل، ومشهور كمان إن من إرهاصات الميلاد مولد النبي صلى الله عليه وسلم حادثة حفر بئر زمزم. وصراحة يعني مية زمزم ما نعديش عليها كده، يعني نفسي أشرب مية زمزم، نسأل الله أن يجمعنا فيها يعني. اللهم آمين رب العالمين، اللهم آمين. فلو عندك حاجة تضيفها لنا في إرهاصا الإرهاصات ديت، يعني أنا بتهيألي إن حادث الفيل لوحده عايز حلقة كاملة في حفظ الله عز وجل لبيته، وكيف حمى الله عز وجل بيته من كيد الكائدين ومن خيانة الخائنين. لكن اللي حضرتك بقى يعني تجود علينا بيه في حادثة حفر البئر ماشي، في حادثة الفيل ماشي، في الاثنين ماشي، في العادة الحسنة ماشي، في العادات الحسنة لا عشان اتأخر قوي شوية يعني ايه. احنا قلنا سيئة، يعني ذكرنا السيئة نذكر حتى اجمل العادات الحسنة. ماشي مشكلة ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هناك في العرب من العادات السيئة كما ذكرنا البعض منها، وكذلك هناك عادات حسنة يعني يجب ان الا نتجاهلها. تمام. فمن العادات الحسنة مثلا موضوع الصدق، كان عندهم موضوع الصدق، كان الرجل موضوع النفاق ما كانش اصلا موجود، مفيش حاجة اسمها نفاق، فيه الصدق في الكلام. يعني انا هقاتلك اقاتلك، انا قتلت ابنك سرقت ضربت، ما فيش فيها كذب، خلاص انت وايه يعني، خلاص تقوم الحرب تقوم معركه، ما كانش في حاجه اسمها نفاق ولا نظام وراه ولا نظام مدراه ولا اي حاجه من الحاجات دي، ما شاء الله يعني كان عندهم الصدق ولذلك اقره الاسلام. كذلك موضوع قرية الضيف، ان هو موضوع ان عندهم موضوع الضيافه ديت كانت ما شاء الله عند العرب دي حاجه مشهوره خالص. سياتي معنا في حديث البدء، في حديث بدء الوحي قول خديجه والله لن يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتقر الضيف. نعم. فموضوع قرية الضيف ده احنا طبعا يعني اللي النهارده الواحد يقري الضيف يوم ولا اثنين ولا ثلاثه يبقى يعني، لكن كان ايام زمان في الجاهليه كان عندهم قراءة الضيف، كانوا يتقربوا الى الله تبارك وتعالى، وكانت حاجه من ضمن العادات الايه الحسنه عندهم. كذلك موضوع احترام الجوار، يعني كان في موضوع احترام الجوار بين الجار واخوه الجار، كانوا بينه وبين بعضهم موضوع الاحترام، زي ما موضوع الصدق، موضوع كذا، فمنها موضوع. كذلك موضوع الصبر والتحمل، كان عندهم في موضوع الشقه بقى، مشقه. تخيل بقى ان هم كانوا فين، احنا قلنا العرب صحاري وكفاري، تخيل بقى ان كانوا موضوع رحله الشتاء والصيف بقى طبعا احنا هنتكلم فيها، موضوع رحله الشتاء والصيف كان مسافر قد ايه علشان يروح لكذا، وكان موضوع راعي الاغنام واحنا برضه هنتكلم فيها، وكان موضوع مثلا طلب السقيا الماء يعني، وطلب العشب وطلب جمع الحطب والحاجات دي، كان في صبر وفي تحمل. حتى موضوع الصبر كان في المعارك، يفضلوا يتعاركوا في حروب، يخشوا مع بعضهم بال100 سنه في المعارك بسبب حاجات بسيطه. فده موضوع ايه الصبر والتحمل بين الرجال وكذلك بين النساء. موضوع الشجاعة كان عندهم أمر الشجاعة برضو حاجة طيبة جدا. موضوع برضو تحريم نكاح الأمهات وتحريم نكاح البنات كانت برضو عندهم من ضمن العادات الحسنة. احنا قلنا بنتكلم ايه، كان عندهم إجمالا كان برضو عندهم بعض يستعمل السواك، كان عندهم البعض موضوع الختان للأطفال سواء ذكر أو أنثى، موضوع الختان كان برضو موجود عند البعض، وهذه من ضمن العادات الحسنة التي أقرها كذلك الإسلام. موضوع الاستنجاء، موضوع الاستجمار، موضوع الختان، كل ذلك أقره الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى.
نصرة الضعيف والمظلوم. احنا عارفين حلف، عندنا حلف الفضول الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده من العمر 15 عام. سيأتي إن شاء الله. لا نسبق الأحداث. كان عنده 15 سنة وحضر حلف الفضول دي. المهم موضوع برضه كما ذكرنا موضوع الختان، موضوع قطع يد السارق اليمنى لما كانوا في يوم سارق كان يقطع. كان من ضمن العادات الحسنة برضه عندهم موضوع اللي أقرار الإسلام لما فدى جد النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ب100 جمل. موضوع 100 الجمل موضوع الايه؟ موضوع اللي هو من اللي هو عبد الله الذبيح ب100 جمل. طبعا ده من ضمن العادات الحسنة التي أقرها الإسلام. وخذلك الموضوع 100 جمل ديت كانت في جد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الدية يعني موضوع الدية، موضوع المسلم اللي هي موضوع الايه ال100 جمل. كان ذلك من ضمن العادات الحسنة برضه في عجالة سريعة موضوع الحج والعمرة. كان عندهم تعظيم البيت، يعني كانوا بيعظموا البيت، وكان عندهم موضوع الحج والعمرة. غير ان كان في بعض الاشياء المحرمة في الحج. زي ما انت عارف ان قريش لما كانت تطلع تحج ما كانش تطلع العرفة، كانوا اخرهم مثلا منى، اخرهم منى، ما يطلعوش اكتر من كده من منى. يقول لك احنا في الايه، احنا هم يطلعوا الحل واحنا ما نطلعش الحل، لانهم اصلا ايه اهل قريش. وكان موضوع من البدع اللي كانت بتحصل في الحج موضوع كانوا حاطين صنم على الصفا وصنم على المروة، فالله تبارك وتعالى لما جم الاسلام واحنا الموضوع يعني ايه من الحمص. والرجل الاحمس اللي عنده حمص اللي هو الشديد على دينه. نعم. فيقولون احنا لو وقفنا لو عظمنا غير حرمنا لاستهان الناس بحرمنا. فما رضوش يقفوا مع الناس، يطلعوا الناس على عرفه وهم يفضلوا حد منهم. يقول لك لا احنا ما نطلعش، احنا مش زي الناس، احنا لنا وضع معين ونظام معين ومكانه معينه، ما نطلعش اكتر من كده. كان الناس يطلعوا على عرفه وهم يفضلوا ايه لحد منهم. وموضوع الصفا والمروه كان في بينهم، كان في موضوع صنمين، صنم على الصفا وصنم على المروه. ولما جاء الاسلام فالصحابه حصل تحرج في موضوع السعي بين الصفا والمروه. السعي بين الصفا والمروه. فانزل الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله تبارك، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف. مع وجود الصفا والمروه الا ان الله تبارك وتعالى امر بازاله طبعا الصفا والمروه وايه. الصفا والمروه يا شيخنا الشيخ عصام لهم قصه. ايوه. يقال انهم صح. هذه القصه صحيحه؟ صحيحه ان شاء الله. يسافروا الى في مساله زانيا في الكعبه سبحان الله سبحانه وتعالى. والعجيب ان هم جم يعبدوهم جم يعبدوهم سبحان ربنا سبحان الله يعني. نعم. فدي من ضمن العادات الحسنه التي كانت في العرب قبل الاسلام، التي يعني اقر منها كثير في الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى، او اقر الاسلام او ربما يكون اجمعها، يعني اقرها الاسلام بفضل الله تبارك وتعالى. ده بالنسبه للعادات الحسنه في اختصار سريع. نتكلم بقى في موضوع المراه. احنا في موضوع المرأة قبل الإسلام، احنا لعلنا يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام لعلنا أجملنا وفي الإشارة غنية، لكن احنا الآن بمثابة تسليط ضوء يسير برضه على حدث جلل مهم اللي بيسميه العلماء إرهاصات